إلا ما جبتي هذا الكلام هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله فأنت كذاب ودجال. 4 كوارث جديدة للدكتور الفايد. الكارثة الأولى، تصور أن هذا الرجل وصلت به العجرفة والكبر والغرور أنه قال لك بأن واحد العمل داره متعلق بواحد الفاكهة أنه سيحاج به الله تعالى يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. عالجت غير التين الشوكي ليأكل الناس. إن شاء الله هذا العمل غادي نحاج به الله سبحانه وتعالى لأنه عمل صالح. هذه هي العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق وطئت قدمه هذه الأرض قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، والملائكة الساجدة الراكعة لله تعالى تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. السيد راه مشى مسكين صافي. الكارثة الثانية قال لك هذا الكذاب لو تبعنا فتاوى ابن تيمية في الحجاب كاع النساء غيكفروا غيخرجوا من الدين. إلا مشينا تبعنا ابن تيمية كل شيء هادشي اللي كتشوفوا فيه غادي جهنم. إلا تبعنا فتاوى ابن تيمية في الحجاب النساء كلهم غيمشيو جهنم. ألا لعنة الله على الكاذبين. تحداك أمام الملأ تجيب لنا الصفحة والكتاب اللي قال فيه ابن تيمية هذا الكلام. نتحداك يا الكذاب. واش بنادم قال لك غير حاج الله تعالى مالك الملك ما يقد يكذب على الأحياء والأموات؟ وغنجيب لكم بالدليل من كتاب ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، يقول يعني العقيدة الواسطية ديال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني أهل السنة، كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ثم قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شوف لنا هذا الكلام هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يكفر المتبرجة ولا يكفر صاحب الكبيرة يكون سارق ولا زاني ولا مرابي إلى آخره. نتحداك أمام الملأ لا ما جبتي هذا الكلام هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله فأنت كذاب ودجال. الكارثة الثالثة، اسمعوا هذا الجاهل المتجاهل ماذا يقول عن صحيح البخاري وصحيح مسلم. يقول كلاما تضحك منه الثكلى. ليس هناك مخطوط بيد البخاري ولا مخطوط بيد مسلم ولا مخطوط بيد أي أحد. يعني أمور ليس لأن هؤلاء الغوغائيون يعني يتكلمون، نحن كلامنا ثابت ونحن ثابتون. الكذاب الجاهل استحيي من كذبك وجهلك. راه أعظم طرق التحمل عند العلماء هي السماع من لفظ الشيخ، بمعنى أن الراوي كيسمع الحديث مباشرة من شيخه باش يقرأ من الكتاب. الكذاب فطرق التحمل عندنا أعظم الطرق هي السماع، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة والمناولة والكتابة إلى 10 طرق كما ذكر الحديث. يا الكذاب. راه صحيح البخاري وصحيح مسلم ترووا لنا بأجل وأعظم طرق التحمل وهي السماع. جالس كتكذب على عباد الله. فين قاري انت شي علم شرعي ولا شي مصطلح حديث ولا شي علم حديث ولا شي حاجه باش تتكلم في الدنيا الدجال؟ الكارثه المشكله دوك الناس اللي كيسمعوا ليك، دوك الناس اللي كيتبعوك وكيثيقوا فيك، نسال الله السلامه والعافيه. الكارثه الرابعه، اسمعوا الكلام ديالو على الحجاب. تصنتوش كيقول اللي دايرين خمار مقتنعين وكيقولوا حنا هما المسلمين. اذا كاين اختلاف، شي داير الخمار شي داير الحجاب شي خارج. هما تيقول لك متبرجات، ما يدير حتى كلمه التبرج ما فاهميناش. ما هو التبرج هذا؟ اللي ما عاملاش الحجاب متبرجه كافره داخله جهنم. باش نقولوا هذا والله ما تعرف اش تقول، اقسم بالله العلي العظيم كيتجا لك الكلام. راه لو كان عالم ولا شي شيخ ولا شي واحد راه تعرف تناقش معاه، ولكن بحال هذا عنده الجهل مركب وجاهل ولا يدري انه جاهل. شكون هذا العالم اللي قال لك بان المتبرجه كافره؟ شكون قالها؟ مال كتكذب على عباد الله، مال كتدلس على الناس. المتبرجه ارتكبت واحد المعصيه، دارت واحد المعصيه من المعاصي كتسمى كبيره من الكبائر، وهي مسلمه بايمانها بالله تعالى. راه السارق ولا الزاني واش كل واحد اي واحد يدير شي كبيره كيخرج من الاسلام؟ وممكن توب في اي لحظه ويتوب الله عز وجل عليها. ونفترض جدلا ماتت بدون توبه فهي في مشيئه الله عز وجل، حسابها الى الله. وهذيك المحجبه كذلك دارت واحد الطاعه، ولكن واش ضمنت بها الجنه؟
حتى هي حسابه على الله تعالى. امور بديهيه خصك تناقشها مع الدكتور اللي قال لك هو مجدد الزمان وحسنات الايام ولن ياتي الزمان بمثلها ابدا، والله المستعان. الكارثه دابا عندنا حنا مع الناس اللي كيسمعوا ليه، اللي كانوا كيتيقوا فيه، الناس اللي كيتصنتوا ليه في هادشي ديال التغذيه، ولا كيهضر في الدين، ولا مساكن غاديين تابعينه. المشكله ان المقاطع ديالو كيتصنتوا ليه عشرات الالاف ديال الناس والعياذ بالله. اذا هذوك الناس مساكن راه باقيين تابعينه في الجهل ديالو، سادين عينيهم ومتابعينه في هذا الكلام اللي كيقول، راه على الاسف الشديد راه غيمشيو غيتبعوا في هذا الضلال المبين. هذا داعيه ضلاله. هذا السيد راه خلى التخصص ديالو اللي هو التغذيه، اللي كان اصلا يخبط فيه خبط عشواء، وجاي التخصص اللي ديالو لا علاقه مع العلم الشرعي. ما كذب عليكم نقول لك راه حامل لكتاب الله تعالى. راه واخا تكون حامل لكتاب الله تعالى خصك الادوات باش تشرحوا. راه ماشي اي واحد يجي يفسر يتكلم في كلام الله تعالى، ضروري خصو يربع رجليه بين يدي الاهل العلم اللي يعلموا الطرق الاليات باش يتكلم في دين الله تعالى، ويتكلم في تفسير كلام الله عز وجل، وفي الاستماع لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. نسال الله السلامه والعافيه والصافي.